عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين ولجميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع علماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والقراء العلماء المجتهدين خصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام حنبل وإمام أبي الحسن الأشعري وإمام أبي نصر الماتريدي وإمام الغزالي وإمام البغدادي وإلى جميع أولياء شهد القادر وجل ومشهد الحسن وشهد المصالح وبين درس يعقوبهم ولجميع مشايخنا ومشايخنا شهادة في كتابنا أزواجهم وأولادهم وذرياتهم وصولهم ومتسلماتهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ورسلنا وفروعنا وأصحابنا واستغفر هدايا الخطاب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا خصوصا إلى جميع أهل قبورنا. وإلى جميع إخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي منفر وفي كل مكان وزمان شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعمالهم أغلالا بينهم الأذقان فهم مغرقون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قال ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولم يسابقها وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا منا وإنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل كامل هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصبروا اليوم بما كنتم تعملون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحل القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضل على مدى ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها نصر من جميع الخيرات وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما دائما على سيدنا محمد الذي الحق بالعقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج والغلام بالوفاء والحسن والخواتم بالاستنقاذ ونفس بعدد كل نعم الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا مسلما قبلا توابا قرأنا من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين في هذا المجلس هداية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميعا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولجميع التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والمصنفين والخلفاء العلماء المجتهدين خصوصا إمام أبي حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد وإمام أبي حسن الشريف وإمام أبي منصور الماتريدي وإمام الغزالي وإمام أجلد البغدادي وإلى جميع أولياء الشهيد القادر الجيلاني وخم الشهيد الحسن الشاذلي ولجنة السواري في إندونيسيا كلهم جميع مشايخنا ومشايخنا شيخنا ونساء سادات جميع دارات تلميذاتنا وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم وأصول فنسهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصولنا وأنسابنا واستنقاذنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونحفظ خصوصا إلى جميع أهل قبورنا وإلى جميع إخوان المسلمين في غزة وفي فلسطين في سوريا في يمن وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان وزمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واكرم نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الذنب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه وعدما بفتنه القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم انزل الرحمه والمغفره والنعمه والشفاعه على اهل القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات واضعف لهم الحسنات اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم اجعل ما قرأناهم سترا من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار وفداء لهم من النار وفاكهة لهم من النار ونجاة لهم من النار وسلامة لهم من النار إنك على كل شيء قدير يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإحسان اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وزيادة اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفنا اشفنا اشف موضوعنا استغفرك إنك لا تدرى شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما ببركة قولك وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا منورا وعقلا ذكيا ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وولدا صالحا ورزقا حلالا وانسا باركا أينما كنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بحق البشير النذير اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان بلدة طيبة ورب غفور كما ربنا جناوي أتم أيم تتا تنتم كرتورا هرجو اللهم اجعل أهلها في سكينة ومودة ورحمة وفي صحة وعافية ونعمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillah posan tawasul sholat yasin sholat doa sampun atur inti napa hajataken sedaya saged ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah Alexa ingkang kula hormati, bulan Juli niki bulan Juli niki ingkang badhe akhir niki putra putri kita mungkin butuh wayah jenengan niku nembe mlebet sekolah nanti sekolah. Nah, ternyata kalau nembe mawon sebagian adik-adik atau anak-anak kita sebagian adik-adik remaja saking kecamatan sini niku kenging kasus mungkin jenengan kepireng kenging kasusnya ngiren-orno yang sing kecekel mergo napa niku barang-barang haram iki wonten sing karena kenakalan remaja niku keterasan wonten sing kenakalan remaja itu ngantos hamil di luar nikah. Kita niki pun menghadapi
kenakalan remaja sing sangat amat mengkhawatirkan. Jangan-jangan jenengan mungkin tasik zaman kula insyaallah tidak semengerikan ngenten iki, tapi jangan saat ini niku tambah kendel lari-lari, tambah kendel. Oh nggih, napa niku kehidupane ten sehari-hari ini, nggih ten lingkungane niku nggih boten enten filter, sehingga los-losan. Mboten kebayang kita lari sak monten-monten niku terus kecekel polisi ngoten. Nek rumiyin kita niku paling yo bolos sekolah, bolos ngaji ngoten. Zaman saiki ngantos wani ngonten-ngonten niku wae. Wani nopo barang-barang haram, pil-pil haram nggih. Nah, niki sangat-sangat mengkhawatirkan. Jenengan nggih mboten saged ngontrol 24 jam putrane nggih mboten saged. Bahkan kadang putra wayah kita niku tenjawi karo kancane luwih suwe timbang kalih kita ten dalem. Bahkan nek jenengan hitung-hitung saestu niku lari-lari nyekel HP-ne, ningali HP-ne kali ngobrol kali jenengan niku kan suwe kali HP-ne. Nah, kadang-kadang kita berumong sok-soku aku sendidik kanthi sae ya wis tak sekolahno, ya wis tak ngajekno. Tapi ya kok sampai ngene. Sajane sing berperan nggih mboten hanya 1 2, mboten namung karena wong tuwa. Kita niku lah nek pun ngenten iki mboten goleki sing salah, tapi ya napa goleki solusine. Nek sing dereng sampai nggih ojo sampai nglakoni nek sing dereng-dereng. Tapi nek sing sampun kejegur yo apa carane ben dan mentas, ben oleh solusi sing kanthi sae. Lah salah satu sing mempengaruhi sing perlu kita perhatosaken saestu selain HP niku. TV niku malah pun boten sepiro saniki Pak. Wis gak sepiro ndelok TV saiki. HP sing paling kathah. Kali game nggih. Kali game nopo PS nopo sing teng HP niku. Nah, salah setunggal sing perlu kita perhatosaken nggih niku pergaulan. Karena Kanjeng Nabi pun ngemutaken almar'u ala dini khalilihi. Wong iku manut prinsipe kancane. Manut sing dilakoni kancane. Maka Asy-Syaikh Zarnuji niku ndamel syiiran tenggene kitab Ta'lim Muta'alim sing kathah dibahas kali pondok pesantren. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Nek pengen ngerti wong iku apik apa elek aja takok wonge langsung, gak perlu. Delok ae kumpulane, pergaulane didelok ae. Mergo wong iku kali perkumpulane karo koncone iku mesti manut. Mesti manut karo kancane. Jenengan nuturi putrane karo kancane terus ngejak iku luwih manut kare kancane. Engko ngene ya melu yasinan nang gone musala terus kancane ngebel. Engko ayo metu nang rest area nongkrong karo arek-arek ngopi bareng. Ya luwih milih kancane timbang melu yasinan. Mun sakniki ngoten, sing dibelani kancane. Makanya kita perhatosaken pergaulan ini. Mboten namung ten dalem, lek ten dalem mungkin larene tasik ajrih kali jenengan, tasik manut-manut kali jenengan. Tapi lek pun tunjai mboten saged itu. Nah, Syekh Abu Thayyib niku sampai damel perincian. Wong niku nek kumpulane karo salah siji saka 8. Dadi kumpulane tiyang niku mesti berpusar pada 8. Lah kita kumpul kalih 8 niku salah siji saka 8 niku akibate piyambak-piyambak. Konsekuensine, pengaruhe dhewe-dhewe. 8. Sapa wonge kekancan karo wong 8 mesti pengaruhnya kena 8.
Akeh-akeh kena ngono. Nomor 1. Nek kathah kekancan karo wong sugih. Akeh kancane sing sugih-sugih, seneng koncoan karo sing sugih-sugih. Niku wonge dadi sombong. Wonge dadi senengane donya. Senengane dhuwit, ngentekno dhuwit. Kancane sugih-sugih. Kancane duwe HP anyar pengen njaluk mae, njaluk pake HP anyar. Jenengan tingali ten kene TikTok napa ten berita niku. Enek arek mancal-mancal lawange omahe. Mergo njaluk HP, bahkan njaluk Nmax kok. Kancane duwe sepeda anyar dheweke ngamuk-ngamuk sampai banting lawang iki. Ya mergo kancane sugih-sugih. Dhek gak ndelok keadaane wong tuane. Mampu apa ora karena dia ndelok kancane duwe HP ya pengin HP, duwe kendaraan anyar pengin kendaraan anyar. Apa maneh larene lanang nggih pun seneng otomotif lho. Ngerti ana kenal pot anyar pengin tuku. Pelek apik pengin tuku. Niku sing lanang. Sing wedok skincare. Awakmu kok bening glowing ngono skincare apa? Iki tuku maneh. Ternyata gak mandi terus takok kancane maneh. Wah, akhirnya kayak ono sabun. Macem-macem sakniki. Delok kancane. Nek kancane sugih-sugih dhek melo, Pak. Nomor kali tiyang niku nek kekancan karo wong melarat. Sering kancan karo wong melarat niku justru tambah gede syukure. Gede syukure. Mergo piyambake ningali wong sing liyane kancane sing luwih melarat itu dhek jek mending. Aku jek lumayan duwe sepeda motor, kanca-kancaku akeh sing jek sepeda pancal, akeh sing jek mlaku, jek syukur. Aku duwe HP second retek, alhamdulillah. Kanca-kancaku akeh sing durung duwe HP. Makane lek wong Jawa kan terus nek masalah donya kongkon ningali ngisare sangisore. Nek masalah ibadah kongkon delok dhuwure ngoten. Nah, putra-putri kita niku diulangi diluh kongkon delok ngisore. Emoh. Deloke kancane sing luwih dhuwur niku wau. Dadi akhirnya bapak ibu di gucep dikrengken nukokno iki kongkon nukokno iki. Kadang-kadang pinter sak casane iki moro-moro ten griya niku enten kancane Pak Muji niku paket. Bapak ibu ora tau pesen sing pesen anake sing kongkon bayar. Mboke. Lah yo prosoku ora tau pesen ngeklik yo anake. Kula gak ada rencang niku masyaallah. Anak nek pesen apa-apa dialamatno nang kantor. Dadi nek ngalamatno pinter nang kantor, dadi nang kantor sapa iki? Apa, Bu? Biasa anake. Oh, nek kadang yo pancing, kadang yo rono-rono, ya kadang yo murah ya 20 30. Kadang sampai 80 sampai 100 luwe. Lah lek seminggu pisan yo lumayan. Ya makane ini kon kan ningali ngisor iku angel saniki lho. Nomor 3, tiyang niku nek kekathah kumpul karo pejabat, nggih, karo pimpinan-pimpinan, karo wong sing duwe jabatan kedudukan. Iku malih sombong. Malih seneng mrentah. Mergo kancane dhuwur-dhuwur, pangkat-pangkat. Dadi sering nyeritakno kancane sing aku kenal Pak Camat. Aku akrab karo kok Kapolres. Aku akrab karo iki sing duwe jabatan. Akhire angger wong niku dikongkoni mergo dheke rumangsa duwe koneksi, duwe kanca sing teng dhuwur. Kadang kita ngira nakal ngenten iki Pak, kadang. Kita kadang kena teng gending-gendingan utawa kena polisi, kadang ya sampai kondo-kondo. Kancaku nang Polres. Nek tilang lu ngandakno koncone nang Polres, kadang ngandakno koncone nang Polda ditelepon lapor repot-repot. Mergo dhek kancane dhuwur-dhuwuran. Rumangsa sombong, ditilang gak gelem ngoten.
Enten tiyang niku kekancane karo bocah cilik. Wong tuwa, wong dewasa. Tapi seneng kekancan dolanan karo cah cilik. Senengane game-gamean karo bocah cilik. Akhirnya sifatnya ya senengane dolanan, dijak serius ra iso. Dijak ngomong serius masalah kampung, masalah agama ora iso, larene begejekan. Memang secara umur ketokane awet enom, tapi dhek secara pola pikir niku mboten saged mandiri, mboten saged dewasa. Mergo kekathah kumpul kali bocah cilik. Enten tiyang kekancan kare lawan jenis. Senengane kancan lawan jenis. Wong lanang tapi senengane kumpulane wong wedok. Nek bocah wedok seneng kumpulane karo bocah lanang. Niku akibatnya pengaruhe gede syahwate. Hati-hati teman-teman. Akhirnya ada disorientasi, penyimpangan kadang. Makanya Indonesia saat ini pun mulai gawat namanya LGBT, tambah T bahasa ini. Limon, L niku lesbi, G niku gay, suka lanang padha lanang. Enten pokoknya gangsal niku. Dadi penyimpangan seksualitas. Akhirnya ngapunten kadang lanang rodok kemayu. Wedok rodok maco. Kata saat ini kadang malah gak gelem rabi ngoten, gak gelem nikah. Soalnya kan mboten cocok kalian mboten cocok. Ngati-ngati. Nomor 6 enten tiyang niku sing senengane kekancan karo ahli maksiat, karo wong fasik. Wah niki bahaya iki. Seneng kekancan utawa kumpulan karo wong ahli maksiat. Akibatnya piyantone niki akhirnya kendel nglakoni maksiat. Tur nunda-nunda tobat. Mungkin kawitane mboten sampai nglakoni maksiat, mungkin aku kancanan tok kok mek ngopi tok kok gak melok lapo-lapo kok koncoku rokokan aku gak melorokan. Iya sedina rong dina. Lah saulan rong wulan, setahun rong tahun katut, Pak. Awale lho, anakku gak tau rokokan kok malih rokokan. Wah, akhirnya terus bablas Pak ngoten niku, Pak. Naudzubillah ya sampai ngombe barang wani. Terus iku akhirnya mangke dadi nang barang-barang haram liyane niku. Ya karena kumpulannya ngoten. Mungkin awalnya mboten derek. Ya cuma ngancani tok, tapi suwi-suwi yo tetep katut. Kula nggak ada rencana mari pondok Pak malah, mari pondok. Mantuk prayan kekancan karo kanca lulusane SD rumiyin. Kawitane yo dolan-dolan sepeda motoran, keliling-keliling teng Surabaya. Dangu-dangu katut ya, melok rokokan. Terus wani ngombe. Cerita dhewe teng Pak gak sampai nang barang haram liyane. Mandeg nang ngombe alhamdulillah piyambake pikantuk hidayah terus balik. Tobat, sadar dadi apik maneh. Iki untunge iso balik. Lah mergo lari niku nek pun kadung katut ngonten niku. Pengin ngelereni ra iso karena lek leren gak dikanca. Asale gak rokokan. Kumpul karo kanca rokokan melu rokokan. Dhek pengin leren rokokan gak dikancani karo kancane. Pas wae kumpulan kan ditawani, "Lho rokok iki lho." "Gak aku gak ngerokok." "Wah, gak ngurmati awakmu." Dilokno ngono ya. Wah, akhirnya katut mah. Sami kados ngombe-ngombe ngoten niku. Awale gak melu, gak aku tuku es teh ae aku. Kawitane ngono. Suwe-suwe terus awakmu gak ngurmati ngono ya. Awale bahkan mungkin dikongkon tuku tok malahan. Masyaallah. Walus Pak setan walus. Udah. Nomor 7 lah niki sing saya. Nek kita kumpul kali tiyang sing saleh, sing apik-apik, sing ahli ibadah, insyaallah katut nderek seneng ibadah. Putrane jenengan umpama mlebeten SMA napa
jenengan tingali ekstrakurikuler. Dan SMA niku nek mboten salah enten namine rohis nggih. Rohis remaja nggih kaya masjid ngoten niku Pak. Senengane nggih ngopeni masjid, ngatur jadwal adzan, ngatur jadwal khotib, ngatur jadwal iman. Kegiatane yo PHBI, perayaan Hari Besar Islami. Ngoten-ngoten insyaallah derek sae. Karena kegiatannya ngoten-ngoten positif ngoten. Sajane ekstrakurikuler kabeh yo positif. Nah, tapi nek pancen kita kumpulan kali tiyang sing saleh sing sregep ibadah, akeh titik niku mesti kepengin niru. Kaya salat wis umpamane salat. Enek tiyang niku seneng kekancan karo kancane sing ahli salat. Dheweke gurung ahli salat. Tapi seneng kekancan karo sing ahli salat. Lah kancane sing seneng salat niku kan kebiasaan ya seneng tenggene masjidmu sholat jamaah. Akhirnya ya ngejak kancane sing gak ahli sholat. Kawitan mungkin aku gak sholat, aku tak ngenteni nang ngarep lungguh-lungguh ae. Kawitan ngoten. Engko dangu-dangu melok wudu, dangu-dangu melok sholat. Pokoknya nek kita kumpul kali tiyang sing saleh niku akhirnya ibadah tambah semangat. Sing terakhir nek kita kumpul kali tiyang alim, tiyang sing pinter, tiyang sing ahli ilmu niku akhirnya yo oleh kecipratan ilmu, oleh kecipratan amal. Makanya nek teng Jawa kan diarani wong iku nek senengane kumpul karo bakul minyak wangi katut mambu wangi. Senengane kumpul karo tiyang sing obong-obong yo ambune sangit kan ngoten. Sajane pribasa Jawa niku simpel-simpel. Nggih kantun kita monggo diterapkan. Paling utama nggih kita piyambak, keluarga kita kali anak putu kita. Karena nek kita mungkin nyelametno anak-anak se-Indonesia kaya ngene mboten saged kita dhewean mboten saged. Kudu kerja sama. Yo minimal dari lingkungan yang paling kecil kita piyambak, terus keluarga kita, putra wayah kita mangke mundhak-mundhak tenggene lingkungan. Mungkin kita diparingi keselamatan dening Allah nggih putra kita sedaya didadosaken Allah putra-putri kang saleh lan saleh. Pun iki kita nangkate. Ini tentang boten cekap nggih. Enten pengumuman boten. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.